الحمد لله المطاف وصلت اهي. الضنا غالي والأم المصرية ما بيتضربش بيها المثل من فراغ. في محافظة الإسماعيلية شيماء رفضت تنجي بنفسها وتسيب ابنها وسط النار، وقررت إن هما يعيشوا سوا يا يموتوا سوا. الحكاية بدأت في منطقة اسمها الشيخ زايد، شقة هادية فجأة بتتحول لقطعة من نار، والسبب هو انفجار بطارية اسكوتر كهربائي. فجأة والاسكوتر بيشحن البطارية انفجرت، والدخان والنار غطوا المكان وما بقاش فيه أي مخرج نهائي. شيماء اللي كان عندها 28 سنة كان قدامها ان هي تهرب من الشقة، ولكن قلبها ما طوعهاش وتسيب ابنها فهد اللي كان عنده 5 سنين لوحده في وسط النار. فضلت حضناه وسط الدخان والنار لحد ما اتخانقوا هما الاتنين، وللاسف روحهم هما الاتنين طلعوا. فخلوا بالكم يا جماعة، بطاريات الاسكوتر ممكن تكون قنبلة موقوتة جوه البيت واحنا مش حاسين بالنا، فبلاش تسيبوها تشحن وتناموا وهي على الشاحن. ربنا يا رب يرحم شيماء ويرحم ابنها فهد، ويصبر قلب الأب ويصبر كل معارفهم وأهلهم.